طيب، أي معركة من المعارك فيها غالب ومغلوب. إحنا إذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر، إذا إحنا غلبنا شيء طبيعي هنفرض أحكام الإسلام على البلد التي دخلناها. أحكام الإسلام بتقول إن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا، نساء، رجال، أطفال، أموال، دور، حقول، مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية. طيب الناس السبايا دول مصيرهم إيه في الشرع؟ مصيرهم إن هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين، وهناك قانون كما في الحديث أن من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة. معروف كده، ما يحضرش الجهاد الغزوة ملوش نصيب في الغنيمة. طب أنا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل إيه في ال500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000، خلاص يبقى كل واحد ياخد 5، كل واحد ياخد 5. المسألة هتتنوع، تاخد لك 2 رجالة و2 ستات وعيل، أو العكس، لازم تتقسم. جميل. الناس دول أول ما يحصل هذه المنظومة لابد أن يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة. سوق النخاسة لسوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال. تمام؟ كل راس من هذه الروس بقى له ثمن. فأنا دلوقتي عندي 5 روس، مش محتاج حد منهم، ومعذور في قرشين، أعمل فيهم إيه؟ أعلق لهم المشنقة وأتخلص منهم، ولا أعمل إيه؟ قال لك لا، تروح تبيعهم في السوق. خلاص، لازم عشان أبيعهم لازم يكون في سوق. فهنبتدي نساوي، تشتري مني دي بكام أو ده بكام؟ يقول ب 300، لا خليها 314، لا 350، هات اشتري، يقبض ويمشي.